اسلامكم غلط، صلاتكم غلطه، زكاتكم غلطه، صومكم حجكم كلش غلط، لانكم تعتمدوا على البخاري ومسلم وهما الزوز محرفين. شكون قال لك محرفين؟ محرفين. شكون قال لك نهزوا منهم في الدين؟ انت كلمه كلمتين تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، رواه البخاري، مسلم، ابن ماجه، الترمذي، ابو داود، تقول لي ما نهزوش منهم الدين؟ قلنا المره اللي فاتت البخاري ومسلم ورواة الحديث ما يقدروش يحرفوا حديث للعلماء الجهابذه الموجودين في عصرهم، ودليل ذلك واحد في السوق قاعد يبيع في الديه كالبيض وجاره يبيع في الديه كالحمر، تهزوا الديه كالحمر، واحد لا شرى من عنده الديه كالبيض، قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الديك الابيض حبيبي وحبيب حبيبي جبريل، فالناس كل جد تشري في الديه كالبيض. ثم بعد كرفتوه لانه كاين علماء قاعده تتاجر في السوق، كاين من اهل الفقه اللي موجودين في السوق، حتى عمر بن الخطاب فيما معنى قوله يقول لا يبيع في اسواقنا الا فقهاؤنا. والخليفه يوصلوا كلام انك قاعد تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم يتهموك بالفسق ينحولك راسك، تقول لي لا الخليفه بالعكس وهو اللي قال للبخاري زيد احاديث من عندك باه واحد ما يدير الفوضى وباه الناس كل تطيع. هو ذا علاش تضربوا في البخاري؟ لانه العنكبوت كي تنحي لها رجل ما تموتش، الرجل الثانيه ما تموتش، الثالثه ما تموتش، اضرب طول الراس تطيح العنكبوت حتى لو اقدامها سالمه. فانتم بعقليه الخوارج وامتداد الرافضه، لانه الزوز هذوما يستغلوا فيكم كعوام، ينشروا معتقدهم هما بروسهم ما يقدروش، بصح بيك انت يقدروا، بيك انت ينشروا مذهب الشيعه، بيك انت يقلبوا الدنيا ويخربوا البلاد المسلمه، يشككك في البخاري. فانت كي تجي تقول له حديث او في البخاري يقول لك البخاري محرف وفيه وعليه وكذا، باه ما يقدرش يهز من عندك هيك الحديث وباه يأول لك القران كما يحبه، لانك ما تفهمش انت في العربيه، حتى هو كعبله بس ما اعتمد على فهمك انت. رواه الحديث وكانهم عقد، البخاري هو الجوهره اللي في وسطها العقده، اذا حليتاها ضاع اللؤلؤ اللي فيه. دعنا من هذا كل، حيد عليه ذاك الشيء، ما كانش لا بخاري لا مسلم لا ترمذي لا حد شيء، راح الدين. احمد بن حنبل، وش بيه احمد بن حنبل؟ او قبل البخاري؟ احمد قبل البخاري؟ نعم. والشافعي على بالي به قبل احمد، صحيت. ومالك قبل الشافعي، يعطيك الصحه. وابو حنيفه اكبر من مالك، بارك الله فيك. يعني اصحاب المذاهب موجودين قبل البخاري ورواه الحديث، لانه رواه الحديث من تلاميذ احمد ومن تلاميذ احمد. وش معناتها المذاهب الاربعه قبل رواه الحديث؟ يعني الدين واصول الدين والمدونه الفقهيه كتبت صحيح محفوظه في الكتب، دينك هو مكتوب قبل ما يولد البخاري، كلش محفوظ. انت وش راح تزيد في النوازل؟ تجي كورونا مثلا ما تعرف عليها شيء، ما بالكش كيفاش تصلي، كيفاش توضا، كيفاش تدير، ترجع للمدونه الفقهيه، ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابه والوجدار في الامراض مثلا الطاعون، وتقيس على ذلك وتحكم. ما لقيتيش حاجه تشبه لها ترجع لاهل العلم استنادا للمدونه الفقهيه، مش راح تخرج عليها. ما تقدرش تحرف والو لانها موضوعه وصايي ولانها مشهوره بين المسلمين كل. راه واحد من شبه الجزيره، واحد من العراق، واحد من فلسطين، واحد من مصر، تقول لي احمد، الشافعي، ابو حنيفه، ممكن واحد فيهم غلط سها حرف ما يقدرش، تبقى تقول لي ما يقدرش انت لانهم معاصرين بعضهم، واحد حاكم في سلسله الاخر. ابو حنيفه الحق عليه الامام مالك، يهرب مالك على الطريق، ابو حنيفه موجود، تلاميذ ابو حنيفه موجودين، واحد فيهم كاتب كتاب الاثار محمد الشيباني. مالك وابو حنيفه هزين على نفس العلماء هزين على نفس الصحابه. يزيغ واحد من تلاميذ ابو حنيفه مالك موجود، يغلط ابو حنيفه مالك موجود، مربوطين ببعضها. تقول لي باهي السلسله ذي موجوده، الشافعي كيفاش اول حق على مالك وعلى تلاميذ مالك، تسمى هذا مكبش فيه هذاما وهذاما ما خليش هذا يزيد. الشافعي الحق عليه احمد وعلى تلاميذه مترابطه، الفقه محفوظ، كون يغلط واحد يقوم الاخر. كنت تشوف اهميه الكتب اللي تكتبت والمدونات الفقهيه في وقت اصحاب المذاهب الاربعه الدوغ. اصح كتاب بعد الكتاب العزيز، تقول لي البخاري، اذن بعد بس كاين واحد سبقه في اللقب هذا، شكون؟ موطأ الامام مالك. وعليها اسمه موطأ لانه تواطأ عليه علماء المدينه، علماء شيء المدينه النبويه، تواطؤوا يعني اجتمعوا على صحته. ومع ذلك شوف اهميه الموطأ في وقتنا نحن، في الوقت هذاك من كثره ما كاين كتب عمالقه وجبال لاهل العلم، كانوا يقولوا له باللي اللي موجود في الموطأ او كاين في ياسر كتب، انا تعرف باللي راه واحد لا تفرد بعلم جاهو من راسه ودارو، لا، هو بذل مجهود اكثر من خيوته. هو مثلا شدد في الشروط. وش معناتها شدد في الشروط؟ يعني البخاري عليه يضربوا فيه، اشد الشروط هي شروط البخاري، هذاك عليه تفوق على الموطأ، وسموه هو اصح كتاب بعد الكتاب العزيز، لانه شروط البخاري من بينها
شرط المقابلة، يعني ما نهزش روايتك حتى تكون قابلتي السيد اللي روى الرواية هذه. ما تقوليش أني سمعت لطفي يحكي قال لي مرة إبراهيم مريح في السوق قال لي عن فلان عن فلان، لا، لازم تريح مع لطفي وتجز منه الرواية وتجيبها لي وأنا نريح معاك ونهز منك الرواية. مش شرط المعاصرة فقط، حتى المقابلة شروط عظيمة ما تبلكش زي كيكا برك. أنت كون يجيك بويك وامك يقولوا لك اسمع لا كاين لا فطور لا غداء لا عشاء حتى تلم فراشك وتلم شنبرك وتطبق قشك، درك اغلب ايام الاسبوع تقعد للشر لانها شروط عاديه بس معجزه ليك انت. الشروط تاع البخاري تستاهل راجع عم بيك. شوف والله البخاري تشوف ايه من ايات ربي. راك اليوم تسافر لدمشق لازم تروح به تهز من عند واحد حديث سمعتي باللي راهو قابل فلان اللي قابل فلان فلان اللي قابل فلان، كل واحد فيهم سمع برك ما يهزش منه. لازم المقابله مقابله للمقابله للرسول صلى الله عليه وسلم. لازم الصدق ونسقسي عليك ونقرا عليك ونبحث وندير بها نهز من عندك حديث واحد. شوف الحديث قداه يحكم منه. كاينه ناس تستاهل انها تكون من العرب بصح ما قبلهمش الاسماء لانه دار شروط تعجيزيه. به العربيه ما عندها وين راح تهرب، القواعد ما عندك وين راح تزيد. شوف الناس في العربيه ايش قاعد دير، خلي الاحاديث مش بك مستهون انت بروايه الحديث وبالناس اللي تقبل بالاحاديث. به يا خويا صدقتك الدين راه محفوظ والمذاهب الاربعه وكذا وكتب المدونات الفقهيه ونداري عليهم انا حرفوها داراها غلط وسهو وصلت لهم بالكذب لانهم بعاد على النبي صلى الله عليه وسلم. شكون قال لك؟ كنت سقسيك قداش الراجل بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قداش تتوقع؟ مئات وربما الالاف. راهي 14 قرن ونص 29 29 راجل بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كاقل تقدير كاقصى تقدير وهذا نادرا 90 100 يا ودي. راهو بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مش قاعد تقول راك انت وبويك وجدك قادرين تتقاسموا 150 سنه، قادر اكثر قادر اقل شوي. يولد جدك في 1900 وتزوج في 1920 ويجيب بويك في 1921 وتزوج بويك عمره 20 سنه ويولدك انت بعدها بعام وانت تعيش 85 90 سنه، هاو قريب تقاسمته 130 سنه. فما بالك البخاري بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقل تقدير 4 5 في اقصى تقدير 7 8 فقط عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش بك حط بلي البخاري 250 سنه يا ما بعد هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لسؤالك، اصحاب المذاهب بعاد على النبي. عبالك ابو حنيفه معتبرينه باللي راهو تابعي انه حضر بعض الصحابه، يعني ابو حنيفه يروي عن ابراهيم النخعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رمشهم بعاد ياسر على النبي صلى الله عليه وسلم باه تقول لي يضيع ويتحرف وكذا. البخاري مكتوب على الاقل 25 كتاب للحديث قبل ما يولد البخاري ولا قبل ما يكتب البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم، همام بن منبه ابن جريج ابن راشد ابن ابي عروبه. ولكن البخاري كعد عنده الشروط الاقوى فيهم الكل، هو اللي صار اصح فيهم الكل لانه غربلها تغربيل. الذره في الغربال تاع البخاري ما تطيحش، بس حديث ضعيف حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يطيح. وشوف شكون حاصر البخاري من قبله ومن بعده. تقول لي من قبله اصحاب المذاهب الاربعه، يعني ما يقدرش يكذب. يجوا يقولوا له قال احمد في مسنده، راهو كتب قبلك الحديث ومسند الامام احمد اللي قال لهم ما كانش سنه ما طبقتهاش عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى سنه واحده ان اطوف بالكعبه راكبه، لانه في وقته هو صايم ما عادش يقدر يدير اللقطه دي. وما يخلوش المذاهب الاربعه يهرب على الطريق. هما اكثر من 4 مذاهب. نعم المكتوبين المشهورين المدونين المحفوظين 4 مذاهب، اما الاقل شهر واللي ما تدونش فيه كل شيء اكثر من 4 مذاهب. شكون هم؟ احكم روحك. سفيان الثوري يا لطيف يا رب، امام الاوزاعي فقيه مصر ليث بن سعد. تخربت عليه البخاري كون يهرب على الطريق، يعني كون يهرب على الطريق الناس ترجع للفقهاء هذوما فقط يشعلوا فيه النار. شكون جاء بعد؟ كبش مليح شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم ابن كثير ابن مفلح ابن رجب الذهبي النووي ابن حجر والكثير من العلماء. حتى خصوم البخاري في العقيده اللي مخالفينه في العقيده وقادرين يديروها بالعاني ويثبتوا انه غلط ولا يدعوا انه غلط، ما يقدروش لانه العلماء تثبت انهم غلطين. اما لما تاخر الوقت الناس عرفتنا ما نقروش وما نطلعوش على فقهنا وعلى ديننا شكوا في البخاري. فالبخاري ما عندوش وين راح يهرب، لا من اللي قبله لا من اللي بعده لا من اللي معاصرينه، لا هو لا رواة الحديث. فحاشا البخاري أن يكذب على رسول الله. بالك فينا اللي ما يصليش ويجي يهضر على البخاري. الله المستعان. لا زلنا قاعدين قعاد. السلام عليكم.